انجح والذ صوص كراميل هنعمله في البيت، وكمان معاه صوص شوكولاته كريمي وخطير، وتخيلوا من غير نقطه شوكولاته، مش هنحط مكعب شوكولاته واحد بس. تعالوا نعمل صوص الكراميل. في طاسه على النار هنحط كوبايه من السكر تتكرمل بس على نار وسط عشان مش عايزاه يتحرق. اول ما يختفي كده من الجنب هنبدا نقلبه بالراحه، ونحط معلقه كبيره من الزبده ونقلبها تختفي كمان، ونزود كوبايه من الكريمه وهتتكتل معانا شويه، ما تقلقوش خالص، هتفضلي تقلبي فيها لحد ما توصل للقوام اللي انت شايفينه. اول ما نخرجها من على النار هنرش رشه ملح كده. سلطه كراميل يا جماعه في البيت خطير، وشايفين القوام بتاعه يعني حاجه كده من الاخر. تعالوا نعمل بقى صوص الشوكولاته اللي من غير شوكولاته. هنحط كوبايه من السكر الباودر عليها نص كوبايه من اللبن ونقلبهم كويس جدا جدا جدا. هنحط بقى كوبايه من اللبن الباودر، وده بيديها طعم وقوام مش قادره اقول لكم على حلاوته. بعد ما قلبناه كويس هنحط كوبايه من الكاكاو الخام اللي من غير سكر. لو انتوا حابينه يبقى مسكر قوي حطوا اللي بسكر، بس انا بحب يعني يبقى السكر بتاعه مظبوط. وقلبناه كويس، وشوفوا بقى القوام بتاعه تستخدموه مع الكيك، مع البان كيك. نفسك تطلعي الحلواني اللي جواكي وتعملي تورتايه في البيت هينفعوا برضو. جربوهم وادوني بقى فلوس الجاهز اللي انتوا كنتوا هتشتروه من بره.